لو في يوم حد جه قال لك بص يا صاحبي، دينك ده مش مظبوط وانت انسان راجعي عشان لسه ماشي على شوية شرائع بقالها اكتر من 1400 سنة، تحضر يا اخي وخليك اوبن مايند. انما لو نفس الشخص جالك وهو لابس بدلة وعامل فيها الواد الفاهم وهو اصلا خريج كلية صرف صحي قسم هبد، ويبدأ يشكك في العلماء اللي نقلوا لك دينك، هنا لو انت شخص بسيط ومش دارس دينك كويس هيتسرب الشك في نفسك وهياخدك لطريق محبش اشوفك فيه. إنما أنت لو عندك علم بأبجديات إسلام هتعرف إن في حاجة عندك اسمها علم الجرح والتعديل وعلم الرجال وغيرها، وقد إيه في علوم ورا دينك منقية من كل الأخطاء البشرية اللي ممكن تحصل، وقد إيه العلماء دول كانوا حريصين على وصول الإسلام ليك، وأنت عندك كتب ليهم مكتوب فيها أصلهم ونسبهم وأحوالهم. ساعتها تعرف ببساطة إن مستر هبداوي ده إنسان مش فاهم أي حاجة. هدف مستر هبداو وغيره مش الشخص اللي عارف دينه كويس، بالعكس، هدفه الناس البسيطة اللي ممكن يصدقوا أي حاجة، بيركز عليهم ويبدأ يزرع الأفكار دي في دماغهم، يبدأوا يشوفوا شبهة معينة ويبدأ يطلع روح الهبد اللي جواه ويتكلم عنها بكل ثقة، وهو واخد على دماغه من كذا عالم رد عليه فيها، وموجودة أصلا الردود على الشبهات اللي مستر هداوي بيقولها دي من قبل ما يتولد أصلا. بس في نوعية من الناس بتصدق كلام أي حد لمجرد إنه مشهور وبيقول إنه دارس، وبيصدقوا الكلام من غير ما يدوروا وراه إذا كان حقيقي ولا أي هبد وخلاص. وعشان تفهم أكتر إزاي الشبهات دي بتتصنع، تعالى نرجع كام خطوة لورا. ما كانتش الشبهات والكلام الفاضي ده أصلا موضوع للنقاش، عارف ليه؟ عشان وقتها كان الفكر الإسلامي كان الفكر الغالب على أي أفكار حضارات تانية، كان المسلمين بياخدوا فكرهم من القرآن والسنة، وده أصلا كمال الفكر. أما دلوقتي ولأن الغرب للأسف هم اللي ثقافتهم غالبة، بيطلع ناس بدماغه القاسة زي مستر هبداوي وغيره بياخدوا التشريعات الإسلامية وهي الكمال، يعدوها على فكر سيده أبو شعر أصفر، ويشوف والله هل شرب الخمرة متاح عندك أيها السيد الأبيض؟ طب استنى فصل ديني عشان أشرب معاك. أنت عايز تهدم الدين أصلا؟ طب استنى كده أكذب لك العلماء اللي نقلوا الدين بتاعي، وهما الاتنين مش فاهمين أي حاجة في الدين ولا يعرفوا أي حاجة عنه أصلا. بص يا صاحبي، عشان تحمي نفسك من العك ده ما عندكش خيار غير إنك تتعلم دينك وتفهمه أنت وأسرتك، لأن ما أعتقدش إنك تحب تصحى الصبح تلاقي بنتك بتقولك والله يا بابا الحجاب ده موقف تفكيري وحاجة كده في قمة التخلف. هي مش هتقول كده أكيد من نفسها، هي تعرضت لفيديو لحد بيقول كده فشككها في الحجاب مثلا بسبب قلة علمها بدينها، وقيس على كده باقي الشبهات. فلو انت اب غير متفهم مثلا هتديها بالقلم ويلا على اوضتك، ده مش صح. الصح انك تكون دارس الشبهه دي علشان تلاقي لها رد تتناقش معاه فيها وتقتنع هي برايك، وطبعا لازم يكون في رقابه على الحاجات اللي بيتفرجوا عليها. فانت من الاول علمهم دينهم وحببهم فيه وابن انت اساس تفكيرهم من ناحيه الدين، بدل ما حد تاني يجي يبوظ لهم دماغهم ويمشوا وراه، لانهم ما عندهمش قواعد متينه وعلم حقيقي دينهم اتربوا عليه من صغرهم. وكون اني بقول لك ما تسمعش للشبهات وما تعرضش نفسك للعالم التعبانه في دماغها دي وتبدا تتعلم دينك، مش خوفا من الدين لا سمح الله انك تلاقي فيه مشكله، لا طبعا دينك حق وصحيح، بس خوفا عليك انت من الفتنه بسبب قله علمك بدينك واحكامه وقله علمك بمعنى تحقيق العبوديه لله، فتتمكن الشبهه من قلبك فتروح لطريق صدقني هتندم لو دخلت فيه.